في تطور لافت داخل كواليس القلعة الحمراء، بدأت ملامح تحركات غير تقليدية تظهر بهدوء داخل ملف تدعيم الخط الأمامي، وسط حالة من إعادة تقييم شاملة لاحتياجات الفريق الهجومية قبل انطلاق الموسم الجديد. وكشفت مصادر مطلعة داخل النادي الأهلي أن إدارة الكرة وضعت مجموعة من الأسماء المطروحة لدعم مركز المهاجم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في إطار خطة تهدف إلى معالجة الأزمة التهديفية التي عانى منها الفريق خلال الموسم الجاري، سواء على مستوى الدوري أو البطولات القارية. وبحسب ذات المصادر، عاد اسم مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي ومنتخب مصر إلى دائرة الاهتمام داخل النادي الأهلي بعد فترة من التراجع في الحديث عن إمكانية التعاقد معه، ويأتي ذلك في ظل تقارير تشير إلى احتمالية رحيله عن ناديه الفرنسي بنهاية الموسم الحالي، إلى جانب وجود سيناريوهات تتيح عودته إلى الدوري المصري إذا توافرت الظروف المناسبة. وأوضحت المصادر أن طرح اسم اللاعب داخل اجتماعات فنية داخل الأهلي لا يعني وجود مفاوضات رسمية حتى الآن، لكنه يأتي ضمن قائمة بدائل هجومية يتم دراستها تحسبا لأي تغييرات في سوق الانتقالات، خاصة مع رغبة النادي في التعاقد مع 3 مهاجمين من بينهم 2 أجنبيان على الأقل لتدعيم القوة الهجومية.